السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناة شيوات العمري ليلى. اليوم ان شاء الله مع وصفة اخرى اللي غادي تكون فلان كواخاضة بطبقتين من الشوكولاتة اللي ما متوفرش عندها كواخاضة. تقدر تعوضوا باي نوع من فلان يكون بدون اي نكهة، لاننا كنضيفوا له الشكلاط اللي كيعطيه واحد المذاق اللي هو مميز. ما غاديش نحتاجو نستعملوه فلان بنكهة، ويفضل اننا نعملو كواخاضة. يعني في حالة ما كاين غير كاين ما متوفرش اللي كنعوضو بفلان، وراه كيجي لذيذ بزاف، كيجي رائع. متاكده غادي يعجب لكم الا جربتو. اذا فما عليكم الا انكم تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا كل مكوناته. تخليكم مع الطريقه على بركه الله. عندنا لتر ديال الحليب وكيسين من فلانك وخاضه، 80 غرام من الشوكولاتة السوداء المرة، 80 غراما من الشوكولاتة البيضاء، والكراميل للتزيين. فالشوكولاتة كنعمل النوع الجيد اللي كنشري. هنايا اول حاجة كنبداو بها كنزينو الكيسان ديالنا بالكراميل. اللي ما متوفرش عندها هذا تقدر تعملوها غير في الدار يعني اذابة السكر حتى كيرجع، يعني كندوبو حتى كيرجع لينا الكراميل. ماشي ضروري اننا نستعملو الجاهز. فالحليب كنقسموه على جوج. درنا هنا في كاسرونه نص لتر، ضفنا ليها الشكلاط البيضاء، وغادي نضيفو الساشي ديال كواخاضه. غادي نخلطوهم، كنديروهم فوق نار مهيله مع الخلط المستمر باش ما كيلتصقش لينا وكتذوب لينا الشكلاط. فكنبقاو كنخلطو على نار مهيله دائما حتى كيبدا يغلي عندنا الخليط. اذا هنا بدا كيغلي، غادي نطفيو عليه وغادي نفرغوه في الكيسان. كنديرو غير نص كاس لان مازال غنديرو الطبقه ديال الشكلاط. فانا كيف كتلاحظوا عطاني هنايا 5 ديال الكيسان، ولكن الكيسان راهم كبار شويه يعني ماشي صغار. والنص الاخر ديال الحليب كنضيفوا له الشوكولاته السوداء وكواخاضه. بالنسبه للشوكولاته السوداء فهي يعني كتكون مره، كتكون ناقصه سكر. فتقدروا تضيفوا هنايا شويه ديال السكر، او غادي ديروا 100 غرام، 100 غرام ديال الشكلاط، لان الشوكولاته البيضاء كتكون حلوه على هذه. واللي كتبغي حاجه ناقصه سكر راه غادي تجي ليها نورمالين، ما غاديش تجي ليها ناقصه سكر. فكنديرو نفس الشيء، كنحطوه على بوطه على نار مهيله، كنبقاو نخلطو فيه حتى كيبدا كيغلي عندنا. ما كنبعدوش عليه لان غادي تلتصق لينا الشكلاط في القاع عليها. ما كنبعدوش عليه نهائيا، كنبقاو نخلطو فيه. فهنايا دائما كنستعنوا بملعقه باش كيتفرغ لينا غير بشويه وما كيندمجوش، يعني ما كيتخلط ليناش فلان ديال الشكلاط مع اللي كنا حطينا في الاول. هاد الطريقه كنستعملوها حتى في العصير الا باغيين تحصلوا على طبقات. فدائما كنعزلو بشي ملعقه، كنفرغوا فوقها باش يعني حتى من كنديروا العصير كيكون خفيف. الا درنا هاد الطريقه راه ما كينتز يعني ما كيتخلطوش. فانا كان عندي هنا الفلان اللي كنت حطيت في الاول اللي بالشكلاطه البيضاء، كان مازال عندي يعني ما جمدتش، كان مازال سائل مازال سخون. وراه يعني هاد الطريقه خلاته ما تخلطش نهائيا. فبعد ما كنفرغو كله غادي نخليه حتى كيبرد، غادي نغلفوه بالبلاستيك الغذائي، غادي ندخلو الثلاجه وغادي نخليه يرتاح واحد 2 ساعات وغادي يكون جاهز عندنا.
اذا فهنا بعد ما ارتاح انا خليته غير ساعه صافي. يعني كنقدمو راه كيجي لذيذ بزاف. نتمنى البنات انكم تجربوا الوصفه لان راه فعلا كيجي رائعا. يعني كيجي الشكل ديالو راقي، وحتى في المذاق ديالو ينفع باش يعني نقدمو للضيوف. اذا البنات الى عجب لكم الفيديو بارطاجيوه مع صحاباتكم، خليوا لي التعليقات نعرف ارائكم، والى الوصفه المقبله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.